السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج أنا مرايتك أو أنت مرايتي. قبل أي حاجة عايزين نصلي على النبي محمد كلنا صلى الله عليه وسلم. والنهاردة هنتكلم عن حاجة كده منتشرة عامة عندنا كلنا، موضوع الحسد. أنا عايز أفهم بس ليه كل الناس معتقدة إن هي محسودة؟ ليه كل واحدة تتخبط خبطة تنزل الخبطة وتقول لك أنا محسودة؟ واحدة اتعورت أنا اتحسدت، واحدة اتحرقت، واحدة اتلسعت، واحدة مش عارفة إيه أنا اتحسدت. كل الناس دي محسودة. طب مين اللي بيحسد؟ اما كل الناس دي كلها محسودة، يعني في كل المنصات، على الفيسبوك، على الواتس، على الكلام ده كله، تخش تلاقي ايه؟ واحد عربيته اتخبطت. ليه كلنا معتقدين؟ هو الحسد مذكور في القرآن وكل حاجة، بس ليه معتقدين كلنا وماسكين في الحسد وناسين القضاء والقدر؟ ليه محدش فينا يعني بيتكلم ان ده قدر ربنا هو كاتبه ولازم نحمد ربنا؟ زي ما بنحمد ربنا يعني ايه في السراء، نحمد ربنا في الضراء. يعني ده ربنا نفسه بيقول الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون.